السلام عليكم متابعي قناة حكايتي عبرة. قبل ما نبداو قصة اليوم نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا سميتي لطيفة، كنعيش في واحد العائلة كتكون من 6 ديال النفوس. كاين با وامي وحنا 4 ديال الدراري، بنت و3 ديال الولاد. كان با غير طالب معاشو، كل نهار ونهارو وكل نهار ورزقو. المهم عايشين مستورين الحمد لله. امي حتى هي كانت كتخدم في الفوارم، كتخدم في الديور، المهم اي حاجه كتخدم فيها غير تجيب لنا طرف ديال الخبز ما ناكلو، كنت كتجيبو بالحلال. غير هي كانت واحد الانسانه متسلطه، كانت صعيبه بزاف، واعره. الا جبدا شي حد ما كيسلمش منا. الزنقه اللي فاش كنا كنسكنو كانوا كيخافوا منها بزاف، كيخافوا من شرها، لان الا جاو يتشكاو منا ولا من شي حاجه كتخرجوا عندهم هي وبا ما كيخليوش ليهم. الجيران كانوا كيحاولوا ما امكن يتفاداو يتلاقاو معاهم او يهضروا معاهم. المهم كبرنا هكاك. انا كنت ما كنقراش، ما كانش عندي مع القرايه نهائيا، قريت غير الابتدائي وخرجت للدار. كان كيعجبني الشقه ديال الدار. امي كانت كتمشي تخدم وانا كنبقى مقابله خوتي، نجمع الدار، نطيب ليهم ما ناكل ما ياكلوا، نوجد كل شيء عوض امي. وملي كبرت خرجت كنشبه لامي، خرجت صعيبه بزاف. الا خرجت نلعب في الزنقه مع البنات ضروري يجيو يتبراو مني، وإلا جاو يتبراو مني والديا كينوضوا ليهم ما كيخليو ليهمش، كيقولوا بنتنا ما كديرش هادشي، بنتنا هادشي اللي كتقول فيها ماشي هو هذاك، بناتكم اللي خايبين، بناتكم اللي صعابين. وكيرجعوا مساكن حنين الراس مع انهم مظلومين. كان كيعجبني الحال ملي كتخرج امي لعندهم ما كتخلي ليهمش. المهم كبرت معايا المصائب ديالي، وكبر معايا صداعي وخيوبتي. خوتي كانوا دراوش العكس ديالي، كانوا ما كيهضروا ما كيتكلموا مساكن. كنت فين ما تكون شي خدمه عند امي كثيره كتزديني معاها وكتدور معايا ملي كيعطيوها الفلوس. المهم حلات لي حتى انا الخدمه برا وحلاو لي الفلوس، وبديت انا كنخدم في الفوال. تما تعرفت على واحد السيد، ملي درت 18 عام تعرفت عليه، وكنا كنخدموا بجوج في واحد الفيرما. تطورات العلاقه ديالنا وتزوجت انا وياه. ملي تزوجت خرجت من دارنا وخليت امي وخوتي في الدار. مشات سنين كبرنا وولدت 3 ديال الوليدات وحبست، ما ولدتش البنت، كانوا غير وليدات. بقينا كنضربوا تما انا وراجلي حتى واحد النهار جاتني خبارو. واحد النهار كان خدام وتخاصم مع شي دراري وتحماو فيه وضربوه وقتلوه. ملي جاتني خبارو ما لقيت ما ندير باش نجلس بوحديتي، بزاف عليا. هزيت وليداتي ب3 ورجعت لدار با اللي كانوا فيها تبارك الله. خوتي خليتهم صغار كبروا رجعوا رجال، وكانوا حتى هما خدامين غير بدراعهم، ما كانش عندهم شي خدمه مرسمه. رحبوا بيا وقبلوني معهم في الدار. كنا عايشين بخير، كل واحد ضرب تماره على راسو. خوتي اللي مورايا بجوج ملي وجدوا راسهم تزوجوا، ونهار تزوجوا صايبت لامي بيت في السطح لواحد وعاشوا معانا، جابوا عيالاتهم من عندنا. تما غادي تبدا حياتي الحقيقيه، تما بدا كيبان الشر ديالي مزيان. نهار جاو عيالات خوتي يسكنوا معايا كانت كتجيني الغيره منهم بزاف. كنت دائما مسبان في المشاكل والصداع، دائما كنخاصمهم مع رجالهم، دائما كنعمر خوتي على عيالاتهم، لان ما كنتش كنرضى نشوفهم هما فرحانين ضاحكين وناشطين مع رجالهم، وانا بوحديتي راجلي مشى وخلاني. ما كانش عندي العقل نهائي، ما كنتش كنفكر طبيعيه، ما كنتش كنفكر كانسانه عاديه. كان همني غير ما نخليهمش يعيشوا سعداء. فين ما كان شي صداع نجبدو ليهم، فين ما كان شي خصم نقلب عليه. في الاخر عيالات خوتي ما قدروش يصبروا ليا وطلبوا من رجالهم انهم يخرجوا يسكنوا بوحديتهم الا كانوا باغينهم فعلا وباغين يكملوا معاهم.
جاو خوتي عند امي وقالوا ليها شوفي امي، حنا اختنا عندنا عزيزه وانتي كذلك، وحتى عيالاتنا عندنا عزازين، ولكن ما بغيناش صداع، ما بغيناش الخصام، ما بغيناش نزيدو نكحلو القلب مع بعضياتنا، حنا غادي نسكنو بوحديتنا، وها انتي معاك اختي وخويا الصغير، وحنا ما غاديش نتخلاو عليك، غنبقاو نجيو نزوروك يوميا، نتلاقاو يوميا، غير المهم نشريو راحتنا بيدينا. فعلا خرجوا وسكنوا بوحديتهم، وبقى معنا غير خويا الصغير، كان باقي ما مستعدش للزواج، كان دائما كيقول لنا انا ما غاديش نتزوج دابا حتى نهار نقد بالانسانه اللي نبغي، ما نجيبهاش نكرفصه معايا حتى نوفر ليها كلشي. دازت سنين والعمر كيضيع من بين يدينا، حتى لواحد النهار جا خويا قال ليها لمي انا لقيت واحد الانسانه اللي بغيت وغادي نتزوج وغادي نجيبها تعيش معاكم هنا. قالت له امي مرحبا ولدي، الدار دابا تبقات خاويه، كاينه غير ختك وولادها، خوتك راهم مشاو، واجي جيب هاد الانسانه اللي بغيتي مرحبا بها حتى نهار تكون نفسك والله يعاون كيما داروا خوتك وسير. فعلا مشى خطبنا هاد الانسانه هادي، هاد البنت هادي كانت لاباس عليها على خويا، يعني الحاله الماديه ديالهم كانت مزيانه، ولكن واخا هكداك قبلت تزوج بخويا وقبلت تجي تعيش معاه في دارنا، واخا عائلتها كانوا رافضين هاد القضيه هادي، مع كانت عندهم البنت الوحيده في الدار، وقالوا ليها ما يمكنش ترمي راسك هاد الرميه هادي، دابا يسهل عليك الله شي انسان ما حسن ويكون لاباس عليه، ولكن هي رفضات لان كانت متعرفه مع خويا قبل وكانت كتبغيه كتموت عليه. تزوجوا وجات عاشت معانا، وتما رجعت كنخدم معاها الخدمه اللي خدمت مع عيالات خوتي اللواله، كنت كنقلب ليها على السطح دائما، وخويا كان مانعها لان كانت تبارك الله عليها ايه في الجمال، كانت واحد البنت غزاله، وكان خويا كيمنعها انها تخرج بوحديتها، كيقول لها الا ما خرجت انا معاك ولا امي ما تخرجيش، وانا في كل ما يرجع للدار كنقول ليه راه خرجت بوحديتها، راه ما عرفتش فين خارجه مزروبه، المهم كنقلب ليه على السبب باش يجي يغوت عليها. في الاول كانوا كيتخاصموا غير بالفم، من بعد تطورات المشاكل ورجع كيضربها، واخا هكا كنت كنشوفها كتضرب ظلما وما كانتش كتبقى فيا، ما كنتش كنحس بها كاع، بالعكس كنفرح ونضحك، كيعجبني الحال مزيان ملي كنشوفك كيتغوتو هي وياها وكيضربها. انا داكشي كان عندي عادي، لان الغلط الاساسي ديال امي وبا، ملي كنت صغيره كما قلت لكم كنت متسلطه، كنت كنخرج كنتخاصم مع بنات الجيران كاملين وولاد الجيران ويجيو يتبراو الوالديه، ما كانوش والديا كينهيوني ويقولوا لي حشومه عليك، ما داروا لك والو، ما تخاصميش ما ديريش، بالعكس كانوا كيدوروا فيهم هما ويندموهم على جاو يتبراو، وكانوا كيشجعوني على هادشي نديرو من غير ما يفطنوا، وانا كان كيعجبني وتربى فيا داكشي وكبر، يعني ما نقدرش نحسب هاد مرت خويا الا تظلمات، عادي لان ولفتو من الصغر وتربيت عليه وكبرت، ونتمنى حتى نتوما تلومونيش ان ماشي بيديا، ما لقيتش اللي يوعيني، ما لقيتش اللي ينهيني ويقول لي هادشي اللي كديري راه حشومه وعيب وعار. امي كانت عارفه اني كندير هادشي لمرت خويا، ولكن عمرها ما قالت لي حشومه عليك بنتي، عطيتي تاع مرت خوك ما كدير لك حتى شي حاجه، بالعكس كانت كتخليني نقول داك الهضره لخويا باش ينوض يخاصم مرتو وما كتنهينيش، او تهضر مع خويا تقول له ما تديش على اختك، اختك راه غير حمقى، اختك راه غير كتبغي لكم الصداع، عمر شي واحد ما نهاني او قال لي حشومه هادشي اللي كديري. المهم دائما دازت مده طويله وخويا دائما في الخصم مع مرتو حملات وجاها اللحم صعيب بزاف، مع داك التعامل ديال خويا والظلم ديالها دائما اللي كيظلمها ما قدرتش تصبر وما قدرتش تحمل، وتما طلبت منه انها تمشي في حالتها، طلبت منه انها يطلق لها لان ما بقاتش قادره تزيد تحمل نهائيا هذا الشيء اللي عايشه. خويا في الاول دار ليها خاطره وخلاها مشات لدارهم، قال ربما غيتبدل الجو شويه ومع اللحم غادي ترجع لانه كيعرفها كتبغيه بزاف. مشات ولكن هي بقات مصممه على الراي ديالها وما بغاتش كاع ترجع، وطلبات الطلاق وطلق ليها، دارت طلاق الشقاق وطلق ليها المخزن، لان خويا ما كانش باغي كاع يطلق ليها، وواخا هكا كان متمسك بها وكان كيحاول ما امكن انها ترضى عليه، كان كيتسناها زعما حتى تولد ولا ربما يهديها الله وترجع، ولدات وزات ليها بنيته
وسبعات وسماتها بلا ما تقول لينا نهائيا. تما حس خويا بالحقره فعلا بان هاد السيده ما بقاتش باغياه. مشى خدم الوريقات البنت وسجلها في الحاله المدنيه وطلب منها ترجع، ولكن هي قالت له اولاد الناس من الاحسن نعيشوا اصدقاء. هاد البنت اللي جا معنا عمرها ما غادي تفرق بيناتنا، واخا تفرقنا واخا مطلقين هاد البنت هادي ما غاديش تفرقنا. انت في اي وقت بغيت تجي تشوف بنتك مرحبا على الراس والعين، وفي اي وقت بغيت تجي دي بنتك عندكم لداركم كذلك. انا ما عندي حتى شي مانع، وعمرني ما غادي نكون السبب ديال الفرق ديالك ود بنتك. ولكن باش نرجع نعيش معاك راه ما نقدرش. انت راه ما صرفت معايا غير كل خير، ولكن اختك ما خلات لي فين نرجع. اختك هي السبب ديال الصداع والمشاكل كامله اللي بيني وبينك، وانت ما غاديش تقدر تخلى على اختك، وانا ما غاديش نقدر نرجع. بقات كتقابل بنتها وانا بقيت في دارنا مرتاحه مهنيه، ما بقات حتى شي وحده معانا. خويا دخلاتو البليه من نهار قررت مرتو مشات وخلاتو تبلا. جميع النوع ديال البليات جمعها في راسو، وكان كيقيل شد عليه بيتو، لا خدمه لا ردمه، يلا مقابل غير البليه والنعاس. دخل في حاله اكتئاب، ما بغاش يمشي يتعالج، بقى شد عليه غير بيتو. الا خرج كيخرج يمشي يشوف بنته ويرجع، او يمشي يجيبها عندنا. مرتو دبروا ليها شي ناس من عائلتها على شي خدمه في مدينه واحده اخرى، ومشات تخدم. خلات بنتها عند امها ومشات. وخويا في كل ما كيشوف مرتو او يسمع ليها شي اخبار كتفرح، كيزيد يتأزم ويتطعم صحته لداخل. وهي الحمد لله دارت المستقبل ديالها. واحد النهار رجعت للدار، رجعت لعائلتها، وطلبت من خويا انها غادي تدي بنتها، ما غاديش تخليها مع امها. دابا الحمد لله دارت دويرتها واستقرات وخدامه مزيان، وامها مرا كبيره ما غاديش تقدر تقابل البنت، والمسؤوليه ديال تربيه البنات صعيبه ولا حتى ديال الدراري. المهم قالت ليه امي ما بقاتش قادره تتحمل التماره ديال بنتي، انا غادي ندي بنتي معايا. قال لها ما يمكنش تفرقيني على بنتي، ما يمكنش تبعديني عليها. قالت له ما يمكنش نبعدك على بنتك فعلا، انا غنعطيك الادريس فين ساكنين، ويمكن لك تجي تشوف بنتك في اي وقت بغيت. ولكن باش نعطيك بنتي فين غادي تعيش بنتي معاك؟ واش غادي تقدر تحمل مسؤوليتها؟ انت سمحتي في خدمتك، وهانت رديتها غير للبليه، وهانت مريض اصلا، الدواء دايما معاك. اش غادي دير؟ واش غادي تقدر تربيها؟ ما يمكنش. نعطيها لامك، تما اختك ما غاديش نقدر نغامر ببنتي، لان اختك هي اللي ضيعتني، واختك هي اللي فرقتني عليك. ما غاديش نعطي بنتي لامك تربيها واختك معاها. بقى كيشوف حتى هي كيفكر في هضرتها مزيان، ولقى بان هضرتها على صواب وانها عندها الحق. ومن الاحسن هاد البنت تبعد على عائلتي، لان عائلتي ما وراوها غير الهم والمشاكل. وقبل ووافق مع مرته انها تديها. هزات مرته بنتها ومشات تعيش حياتها وبعدات علينا. كان خويا مره كيحاول يمشي يشوفها ويرجع، ولكن في كل ما كيمشي كيزيد يتأزم، لان كيشوف الانسان اللي حب وبغى عايشه حياتها عاديه بعيده عليه، لا هي لا بنته. خويا كانت حالته دائما كتزيد تأزم من نهار على نهار. تما بديت كنحس براسي انني طغيت، وبانني انسانه ما نسواش، بانني انا اللي وصلت خويا لهذيك المرحله. كنت كنشوف حياته كتدمر وانا كنتدمر من الداخل. حاولت معاه باش نعالجو، ما بغاش يمشي لي يتعالج. حاولت انا وامي باش نحاولوا نزوجوه، نجيبوا ليه شي بنت الناس اللي تعوضوا في الاوليه، لعل وعسى يرجع الانسان طبيعي كما كان. ولكن هو كان كيرفض دائما. في كل ما نهضروا عليه في هذا الموضوع كيقول نشدوا عليه داك الموضوع. زواج واحد راني تزوجته، اما باش نعاود واحد اخر يستحيل انني نجيب وحده اخرى في وضع الانسان اللي كنت كنبغي. يستحيل انني نجيبها تعيش العيشه اللي عاشت هذيك الانسانه معاكم. كان دائما كلامه كيطعني، كيذبحني من الداخل، وما لقيتلوش الحل. ما خليت كيما درت، لانني انا ماشي غير المشاكل اللي كنت كندير خويا ومرته، كنت كندير لهم السحر بيناتهم، كنت كندير لهم التلاميذ باش شي يكره شي، باش يدير الخصام دائما بيناتهم. واخا حاولت بانني نرد شي حاجه من داكشي اللي ضاع،
داك الطلاميس وداك الشعوذه اللي كنت كندير ما عنديش اللي يفكها لي، ما عنديش كي غادي ندير نحلها. وخرجت لهادوك الفقهاء وهادوك المشعوذين اللي كانوا كيديروا لي داكشي لخويا ومرتو، قالوا لي حنا الا درنا الحاجه ما كنرجعوش نحلوها، ما يمكن ليناش. تما حياتي انا تأزمات، غير هو شاد عليه في بيته مريض وانا مع امي لتحت كنتعذب، صحتي طاحت، ما بقاش عندي جهد لولادي بسبب داكشي اللي درت لخويا. وباش غادي تزيد تكمل عليا، واحد النهار خويا صبح ما هبطش يفطر، تسنينا حتى 12 النهار، طلعت امي كتفيقو. ملي حلات عليه الباب لقاتو خشبه، لقاتو ميت بسبب داك التماره اللي كان كياخد وكان كيكثر منه بزاف. سمعتها كتغوت وتبكي، ملي طلعت لقيتو مشى عند الله مات، وانا السبب، انا اللي خرجت عليه، انا اللي قتلته، انا اللي دمرت ليه حياته. ولكن فاش يفيدني الندم، طلبت من امي تسمح لي على ما درت في ولدها ورزيتها فيه، وخليت مرتو حتى نهار جات لعائلتها ومشيت عندها باش نطلب منها السماح لا هي لا بنتها. دقيت عليهم ملي خرجت عندي المراه، قالت لي شبغيتي؟ قلت لها خويا مات. تصدمات وبقى فيها وبكات، ولكن قالت لي شكوى بك لله، انت اللي دمرتي حياته ودمرتي حياتي انا، وانت اللي فرقت بيناتنا، وانت اللي قتلتيه. سمعت بنت الهضره وخرجت، قلت لها سمحي لي يا بنتي. بنتها تبارك الله رجعت عزبه، رجعت عندها 17 سنه. قلت لها سمحي لي يا بنتي، انا السبب في فرقك مع عمك وباك، انا اللي فرقت بيناتهم وانا اللي درت لهم المشاكل. سمحي لي. قالت لي عمرني ما نسمح لك عمتي، لانك فرقتي ما بين امي وبا وبعدتيني على با وعيشتي با في الجحيم، وانتي اللي قتلتيه. وديك كلمه انتي اللي قتلتيه كتقتلني من الداخل، كنقول يا ريت لو كنت انا في موضعه. رجعت في حالتي من غير ما يسمحوا لي، عايشه في تأنيب الضمير، عايشه في العذاب. وليت كناخذ الدواء باش ننعس وباش نرتاح باش نتهدن. سمحت في ولادي، بدات حياتهم كتدمر بسببي لان هملتهم، وبقيت يلا كنفكر في راسي، كنشوف كي غادي ندير لهاد المصيبه اللي طحت فيها، اللي كنت انا السبب في موت خويا ويتمت بنته. نتمنى انكم ترشدوني شنو غادي ندير باش تنصحوني، ولا خذوا غير حكايتي عبره. ما ديروش في حالي، ما تسبوش المشاكل لخوتكم مع عيالاتكم، خليهم يعيشوا حياتهم كما بغاو كما خططوا هما. وانتي ولا انا حياتنا هادشي اللي كتب علينا الله. انا كتب لي الله نعيش بلا راجل ونربي اليتامى، علاش انا ندمر حياه غيري؟ لو كان بغى ربي يعيشوا هما هذيك الحياه غادي يعطيها لهم، علاش انا نكون السبب فيها؟